بابلو الصباغ المهاجم المرشح بقوة للنادي الأهلي، وتقريبا كل حاجة خلصانة، مستنيين حاجة بس تحصل ويبقى لاعب في النادي الأهلي. يلا نشوف أهدافه ونتكلم عليه مع بعض. وده أول هدف معانا لبابلو، هدف مميز جدا بعد تحرك جميل جدا خلف المدافعين، وكمان فينش برجله الشمال وهي الرجل المميزة بالنسبة له. قدر يحط الكورة بسهولة على الأرض من بين رجلين الحارس، ومن حبي وخوفي عليك من فضلك اقفل رجليك. الهدف التاني معانا لبابلو مش مجرد ضربة رأسية وخلاص، لأ هو تحرُّك مميز جدًا من مهاجم فاهم يعني إيه منطقة جزاء، ويعني إيه تحرُّك في ال18، وإزاي شاور للجناح عشان يلعب له الكورة وراح لها وفنِّش بدماغه بمنتهى السهولة. ده هدف بقى بيورّينا فيه إمكانياته، وإنه مش مهاجم بيخلّص وخلاص، لأ عنده كمان اللمسة المهارية بعد ما نيّم المدافع على ضهره وقدر يفنِّش برجله الشمال، الرجل الأقوى بالنسبة له والأفضل واللي بيقدر يفنِّش بيها بمنتهى المهارة. ده هدف بقى بfinish وتسديدة قوية جدًا في السوكة فوق لا تُصَد ولا تُرَد، حارس المرمى ما لحقش يشوفها من قوة التسديدة، وده بيدل على قوة تسديدات بابلو الصباغ. من أكتر الميزات اللي بتميزه إنه بيقدر يهرب من المدافعين بمنتهى السهولة، لإنه راجل مهاجم صندوق كما يجب أن يكون، أو رقم 9 زي ما الكتاب بيقول. منطقة الجزاء دي لعبته وبتاعته، وزي ما قلت لك رجليه الشمال قوية وبيقدر يسدد بيها تسديدات قوية جدا، يسجل أهداف جميلة زي الهدف ده وزي الهدف اللي كان قبل ده بشوية. ده بقى هدف سينمائي وهدف عالمي، من الأهداف اللي بيحبها الناس، أو الأهداف اللي الناس بتحبها وبتتفرج عليها كتير، وباكورد عالمي 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 جوه ال 18 وجوه ال 6 يارد. الراجل طلع عمل باكورد زي ما الكتاب بيقول برجله الشمال برضو القوية والمميزة، لا تصد ولا ترد. وده هدف تاني بيثبت أكتر وأكتر وأكتر إنه مميز جدا في الضربات الرأسية، بعد ما طلع أعلى من المدافع وقبل حارس المرمى وقدر يلمس الكورة ويحطها بمنتهى المهارة في الشبكة، ودي من أهم مميزات الصباغ. تعالى تاني وهو بيثبت أكتر وأكتر وأكتر إنه مميز في الضربات الرأسية، بعد ما قطع القريبة وسبق المدافع وقدر يوجه الكورة زي ما هو عايز في الزاوية البعيدة بهيدرز مميز جدا، وده الصباغ. وده جول غريب جدا، ولو الراجل ده قصدها فالراجل ده مهاجم كبير وكمان مهاري بشكل مرعب، لأنه حاطط الكورة دي برجله اليمين، الرجل الأضعف مش الشمال، وحاططها بمنتهى المهارة والدقة. وإزاي قدر يلمح حارس المرمى إنه متقدم سنتيمترات ويحط له الكورة بالدقة دي بالقوة دي بالحلاوة دي في الحتة دي. فهو جون صعب وجون جميل ومن أحلى الأهداف. وننهي بالهدف الجميل ده من الصباغ، اللي برضه حطه برجله اليمين الرجل الأضعف، ولكن فنش بشكل حلو وشكل جميل. وهنا دي ميزة كبيرة جدا، إنه بيقدر يلعب برجله الضعيفة مش برجله القوية بس، وبيقدر يفنش بيها كمان بمنتهى القوة والمهارة والدقة زي الهدف اللي قدامك ده. ده كان بابلو الصباغ، اللي هقول لك مميزاته دلوقتي حالا. بابلو الصباغ زي ما انت شفت كده من اهدافه، راجل بيلعب هيدرز كويس، راجل بيقدر يفنش جوه منطقة الجزاء. منطقة الجزاء دي بتاعته، مهاجم رقم 9 زي ما الكتاب بيقول، قوي بدنيا بيلعب بدماغه، بيقدر كمان يسجل ويتحرك بشكل مميز جدا جوه منطقة الجزاء. الراجل ده الاهلي تقريبا مخلصه ومخلص كل حاجة، ينقصه حاجة واحدة بس وهو جواز السفر الفلسطيني. لو قدر يطلعه شكرا الصباغ بكره الصبح في النادي الاهلي. ما قدرش يطلعه هيبقى الموضوع صعب، لان الاهلي مخلص مع يزن النعيمات ومحتاج مكان اجنبي ليه بالعمري عشان ناحيه الشمال، فهو عايز يجيب الصباغ كمان بالجواز السفر الفلسطيني. فيبقى الاهلي قفل اللعبه وقفل الوش بتاع خط الهجوم ده خالص عشان يخلص منه، يبقى جايب 2 مهاجمين كبار مع اللي موجود، اللي غالبا خلاص هيبقى شريف بس، لان جراديشار خلاص هيرحل قريب جدا جدا جدا، خاصة لو يزن النعيمات جه وخلص في النادي الاهلي. دي كانت القصة كاملة بتاعت بابلو الصباغ اللي بيرقص راب وبيغني راب. الراجل معاه جواز سفر سوري ومعاه جواز السفر الكولومبي، وناقص له كمان الفلسطيني ما جاتش عليه عشان الاهلي يأيده كلاعب مصري او لاعب محلي عادي، مش لاعب اجنبي، ما ياخدش في القايمه مكان لاعب اجنبي. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب لقناه اليوتيوب، وكمان متابعه لصفحه الفيسبوك. وبس كده، سلام.